السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد. اليوم غندير طبق ديال الارز مع الحوت. بقاو معايا في الفيديو. كما كتشوفوا معايا هنا كنوجد المقادير ديالي باش نبداو في الوصفه. هنا الحوت والجلبانه، هنا الروز ديجا غسلته وخليته يتصفى مزيان. هنا غندير مقدار ملعقتين ديال الزبده يذوبوا شويه، نحطو فيهم الروز نخلطو هنايا الروز مع الزبده، نخلطوها مزيان. غنقليه شي شويه ماشي بزاف. في هذه الاثناء انا كنت ديجا درت طيبت الكروفيت في الماء، وداك الماء هو اللي غنزيدو على الروز دابا في هاد الوصفه هذه. نتمنى انه يكون مفهوم. بالنسبه للزعفران درت مكعب ديال الزعفران درته في الماء، وهنا غنزيد الماء ديال الكروفيت اللي طيبت فيه الكروفيت باش يعطي واحد النسمه اللي هي زوينه للارز. صافي هنايا غنغطي عليه غنخليه يطيب على هنا جبت الكوكوت، حيت غنطيبو الحوت في الكوكوت بالتاكيد. كما كتشوفوا معايا هنايا درت الزيت، غنزيد البصله مقطعه مع الثومه محكوكه، مقدار ديال 2 فصوصه ديال الثومه. نقليو ديك البصله والثومه مزيان في الزيت. دابا غتكون البصله ديالنا طابت شويه، غنزيدو عليها دابا الحوت اللي ديجا قطعناه مزيان كما كتشوفوا معايا. غنخلطو كلشي. غنخلطو البصله مع الحوت ديالنا، وغنزيدو الكروفيت. دابا يمكن لكم تستعملوا اي الحوت اللي متوفر لكم في الدار، ماشي ضروري هاد الحوت اللي درت انا، يمكن لكم تستعملوا غير الكروفيت بوحديتو. هنا غنزيد مطيشه واحده محكوكه، نخلطو بطبيعه الحال. نزيدو الجلبانه ضروريه في الوصفه، كتعطي واحد البنه اللي هي زوينه بزاف. نزيدو نص معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال التحميره والفلفل الاسود. نخلطو كلشي مزيان. كيتطلق لينا شويه ديال الماء. دابا غنضيفو الماء حتى يتغطى لينا الحوت من الفوق كله، وغنسدو عليه. غنسد الكوكوت ديالي ونخليه يطيب على خاطرو. دابا من بعد ما طاب ليا الحوت طاب مزيان، غنزيد الروز ديالي على هاد الصوص. خليت الروز ديالي حتى نشف وتقطر مزيان من الماء وزدتو على الصوص. دابا كيطيب شويه بشويه، غنزيد عليه الربيع وبالصحه والراحه. هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم. هذا هو الطبق ديالي في التقديم.
زينته شويه ديال الكروفيت من الفوق والحامض. وفي اخر فيديو كنقول لكم شكرا للمشاهده ديالكم لهذا الفيديو حتى الاخر، وشكرا لمتابعتكم لهذه القناه. خليو لي شي تعليق زوين بحالكم، والى اللقاء، نتمنى تكونوا على خير.